مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ضمن حلقه جديده من برنامجكم برنامج شو صاير. نحن اليوم الاحد 5/4 2026 5 نيسان ابريل 2026 وايضا صرنا 17 شوال. آه، بصراحه تصريح هو الاخطر، وتطور ان صح التعبير هو الاخطر في مسار الحرب الامريكيه الايرانيه، أو في مسار خلينا نقول حرب أمريكا التي تشن مع إيران بالتنسيق مع الكيان. أتصور نحن اليوم 5 إبريل، يوم الأحد، أن يوم الثلاثاء، يوم بعد غد الثلاثاء، إما سيكون يوم للجحيم في المنطقة العربية في إيران ودول الخليج، أو أنه الأمور حتتراجع. يعني ابتداء من يوم 7 أبريل سيكون يوم انعطاف تاريخي، إما الحرب ستتوسع بشكل كبير جدا أو أن مجريات الحرب ستتراجع. ليش؟ وفي حال توسعت، الشيء اللي كنت خايف منه حيصير بنسبة 90%. عشان هيك حأرجع أذكرك بشوية نصائح، بس قبل هي النصائح، شو مناسبة هذا الكلام؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلع قبل قليل وقال حسب حسابه على تروث سوشيال، قال يوم الثلاثاء سيكون محطة الطاقة باور بلانت، هيك فهمت أنا الترجمة، سيكون محطة الطاقة ويوم الجسر حدثان لا مثيل لهما. افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم. شاهدوا فقط. طبعا قصده افتحوا المضيق اللعين هو مضيق هرمز. بتعرفوا انه اغلاق ايران تغلق هذا المضيق عمليا، هي غالقته. البعض يسميه اغلاق جزئي، ولكن انا بسميه اغلاق شبه كلي. ليش؟ لانه ايران لا تسمح الا للاسف الا للسفن اللي هي بدها اياها انها تعبر. يعني ممنوع كان المضيق مسموح لكل الناس، لكل السفن وكل الحاويات أنها تعبر من خلاله، خليجي أمريكي أوروبي، مما كانوا بيعبر ضمن اتفاقية البحار. يعني هذه اتفاقية دولية. اليوم إيران تمنع نسبة كبيرة من السفن باستثناء بعض السفن الصينية الهندية اللي إيران بتعتبرهم حلفاء. بعض السفن الصين، تركيا والهند وروسيا ومؤخرا باكستان، وعلى ما يبدو أنها بدأت تتقاضى رسوم كبيرة جدا جراء السماح لهذه السفن بالعبور. هذا شيء مهم جدا. طب شو قصده بمحطة يوم محطة الطاقة ويوم الجسر؟ يعني في هذا اليوم إن لم يتم التوصل مع إيران إلى اتفاق، ربما يكون اتفاق استسلام إيراني كامل، خلاص بدها تفتح المضيق صلى الله وبارك. يا أما بتفتح المضيق بشكل كامل كل السفن بتمر منه، يا أما حيتم ضرب جميع محطات الطاقة في إيران. الطاقة يعني محطات الكهرباء والغاز والنفط، وأيضا تدمير جسور إيران. والجسور مهمة جدا لأنه بتساهم بانتقال من محافظة إلى محافظة، انتقال المواد الغذائية من مكان إلى مكان، المنتجات من مكان إلى مكان. فهي مثل الجسور، مثل شرايين أي دولة. هل الحرب ستستمر بعد الثلاثاء؟ حسب كلام ترامب أنه بس ما حيضرب الجسور ولا حيضرب محطات الطاقة إن فتحوا المضيق.
فحتستمر على ما يبدو الحرب بشكل عادي، ولكن ما حيضطر يلجأ لهذه الجحيم حسب ما أسماء اللي بده يصير بالمنطقة. من المعروف أن ترامب رجل صفقات. إن استسلمت إيران وفتحت المضيق غدا حنشهد تراجع بحدة الحرب وليس انتهاء لها، ريثما يتم الاتفاق على باقي النقاط. طيب احنا خلينا نروح للأسوأ، لأنه الكيان على ما يبدو يدفع نحو الأسوأ، ومصالح الكيان من حربه أنا بتصور وتصوري الشخصي غير مصالح أمريكا. وهنا مثل ما بيقولوا المنطقة الحساسة جدا في الموضوع، هل تتطابق مصلحة الكيان مع مصلحة أمريكا؟ أنا برأيي صعب، لأنه كل واحد هدفه معين من الحرب. أمريكا هدفها السيطرة على مكان من النفط والنفط الإيراني والحد من هذا النفط اللي عم بيروح للصين لتحاصر الصين، والكيان هدفه أن لا يكون شرطي في المنطقة غيره. كانوا سابقا البعض يقول يتقاسموا السيطرة على الدول العربية ودول المنطقة، الآن الكيان لا يريد غير هو القوة الوحيدة في المنطقة. طيب خليني نروح للنقطة الأسوأ. إن وأنا ممكن أعطي احتمال 40% إنها تصير، إن بالفعل ضربت محطات الطاقة والجسور في إيران، وربما البعض يدفع نحو هذا الموضوع ليس فقط لتدمير إيران، دير بالك، ليس فقط لتدمير إيران بل لتدمير دول الخليج. بيقول لك بضرب عصفورين بحجر واحد، بدمر قسم كبير من إيران وبدمر قسم كبير من الخليج، وهيك ضربنا عصفورين بحجر واحد. لك تقول لي حلفاء أو ما حلفاء، قلت لك أهداف الكيان غير أهداف الأمريكان. فإذا أنا بدي أستولي على النفط الإيراني فليش ما أستولي؟ إذا ضعفوا الجهتين ليش ما أستولي على هاد وعلى هاد؟ بضرب عصفورين بحجر واحد نتيجة الدمار. مثل ما بيقولوا في عنا مثل ببلاد الشام خربها وقعد على تلتها. فإن وصلنا إلى هذه النقطة يا أهلنا في الخليج العربي، أرجوكم آسف أرجوكم مرة أخرى جيبوا مياه معدنية واحتفظوا فيها ل8 أيام، معلبات خلوها بالبيت، معلبات ومياه معدنية وكمامات. منيح، يضفت لكم إياه كمامات. الأهم جيبوا أضوية إنارة ليد، هي بتستهلك كمية صغيرة من الكهرباء. جيبوا بطارية سيارات لتشغل أضوية الليد، لأنه احتمال كبير تنقطع الكهرباء عنكم، وفي مناطق كبيرة من الخليج احتمال ينتشر تلوث. وأنا بنصح تجيبوا أيضا مولدات كهرباء صغيرة، مولدات كهرباء منزلية، وخلي لك عندك بالبيت 20 40 50 لتر بنزين، 100 لتر بنزين، بما أنه البنزين متوفر عنكم، مشان تشغل هذه المولدة على الأقل 15 أو 20 يوم في حال انقطاع الكهرباء بشكل كامل. والأهم مثل ما قلت لك بتجيب بطارية سيارة، بطارية هي مثل بطاريات السيارة بتشغل أضوية الليد، بتشغل أضوية الليد بالبيت، ساعتين بتشحنها. والأفضل بطارية ليثيوم تستحمل أكثر بكتير، لأنه الموضوع بعد يوم الثلاثاء رايح نحو كارثة عن جد، نحو جحيم. هو قال سنفتح أبواب الجحيم على إيران، لكن أنا برأيي أنه لا نفتح على إيران فقط، إيران والخليج، لأنه إيران هددت لا تضغط على أمريكا أنه أيضا هي حتدمر محطات الطاقة بالخليج. مو هذول حلفائكم مثلا، احنا حندمر لهم محطات الطاقة. فالموضوع ما سهل، وندعو الله أن يطفئ هذه الفتنة تنحل الأمور على خير. كنت أنا معك أحمد الدرع، معد ومقدم برنامج شو صاير. ضلوا بخير.